يا أهلا بفيلموية. القصة بتبدأ معانا مع واحد اسمه ويل، فرحان جدا أخيرا وصل عشان يقابل عيلته في أجازة كان مستنيها بقاله كتير. أول ما بيوصل أبوه مارتن بيرحب بيه بابتسامة دافية، بيركبوا مع بعض على مركب مستنياه. بس قبل ما يمشي موبايل ويل بيرن وده من شغله، فبيستأذن أبوه يقوم يرد على المكالمة، عارف إن شغله دايما بيزعجه في أحلى وقت مع أبوه. بعد ما وصلوا ويل بيلاقي أم لوري وأخوه الصغير جوش وحبيبته دي مستنيينه، والجو كله فرحة وحماس. العيلة قاعدين على الترابيزة، وويلي وجوش بيبتدوا يفتكروا ذكريات طفولتهم وكل الأماكن اللي اضطروا يسيبوا فيها بيوتهم بسبب شغل أبوهم. لوري قاعدة مبتسمة وفرحانة بعيلتها، بيشيلوا كاساتهم علشان يخبطوهم في بعض زي الأفلام الأجنبية وكده. بس الضحك والجو الحلو اتغير شوية لما جوش قرر يهرج على ويل بحكاية قديمة من ماضيه. الكل ضحك، لكن بعدها جت مكالمة تانية لويل من الشغل. الخبر المرة دي وحش، شركته فلست. الضحكة وقفت والمود بقى كئيب. ويل قام ومشي ناحية البحر شوية عشان يفكر لوحده، وهو بالليل حس بالذنب انه بوظ الجو، فراح لأبوه مارتن واعتذر له وقعدوا يتكلموا بجدية. مارتن اعترف له هو كمان عنده ضغوط، وقال للوري انه حاسس بيه وقد ايه الموضوع ده صعب عليه. تاني يوم العيلة طلعت البحر علشان يستمتعوا، بس ويل طول الوقت ماسك موبايله اللي بيرن من غير ما مارتن طلب من ويل يمسك الدفة ويسوق اليخت، لكن ويل كان سرحان مش مركز في المركب. فجأة مركب سريع عدى من جنبهم بطريقة خطيرة، ويل ما خدش باله. مارتن صرخ عشان يلحق يتفادى الاصطدام، وفي نص ده موبايل ويل بيرن تاني. مارتن خلاص جاب اخره وزهق، اخد الموبايل ورماه في البحر. ويل اتعصب جامد، وفي عز الخناق رمى نفسه في المية وسبح ناحية البلد، عايز شوية هدوء بعيد عن التوتر. بعد ما وصل البر ويل عدى على صيدلية يجيب مطهر للجرح بتاعه، وبعدها دخل ياخد حاجة يشربها ويهدى. وهو واقف على الشط بيبص للبحر حس بقلق مش مفهوم. القلق زاد لما شاف نفس المركب السريع عدى قريب منه. استنى شوية ورجع للشط يدور على أخته، ما لقاهاش. حاول يسأل الناس حواليه، كلهم بيتكلموا اسباني بسرعة. نزل البحر تاني، حاول يقرب من شوية شباب على أمل يساعدوه، برضو كلامهم بسرعة ومفهمش حاجة. القلق بدأ يكبر جواه، يمكن عيلته مشيت ونسيت إنه نزل البحر. فضل ماشي على الساحل لحد ما شاف اليخت بعيد في الضلمة، لكن لما طلع عليه لقى كل حاجة بايظة، مفيش نور ولا أي حاجة، والدنيا خربانة ولا حد من أهله موجود. رعب جديد. ويل جري على البوليس، لقى الضباط قاعدين بيلعبوا كوتشينة مش مهتمين بيه. فضل يحاول يشرح لهم الموقف، فهموا الموقف. رئيس البوليس اتصل بتليفونه وعمل مكالمة. بعد شوية شكله اتغير وبقى قلقان، طلب من ويل يوريه مكان اليخت بالليل. ويل والضباط راحوا يشوفوا آخر مكان كان فيه اليخت. ظهر لهم راجل غريب ادعى انه يعرف ويل وعرض يساعده علشان يلاقي عيلته. ويل شك فيه وحاول يجري. الضابط مسكه ضربينهم خناقة. ويل قدر يفلت منهم وخد عربية بوليس وهرب بيها. المطاردة فضلت شغالة لحد ما حصروه وخلوه يخبط العربية ويتقلب. الضباط مسكوه وبدأوا يضربوه جامد. فجأة من غير مقدمات مارتن أبو ويل ظهر من العدم، خبطهم وأنقذ ابنه. ويل وقف بصعوبة متعور وسأل أبوه على جوش وأمه لوري، لكن مارتن معرفش يجاوبه. هنا مارتن قال لويلي الحقيقة الصدمة، إنه عميل في CIA وعنده شك إن حد من الماضي رجع، عرض العيلة كلها للخطر. مارتن فضل يقول لويل إنه آسف وإنهم هيرجعوا العيلة مهما حصل. بعد شوية مارتن طلب من ابنه يوصله الاجتماع مع قائد فريقه كاريك، وهما مش عارفين إن في قناص كان مستخبي ومراقبهم. أول ما وصلوا مارتن طلب من ويل يقعد في العربية ويستناه بره قبل ما ينزل، وقال له إنه فخور بيه جدا. راح مارتن يقابل كاريك وهو متوتر مش واثق إذا كانت هي أساس المشكلة ولا لأ. حكى لها إن الناس اللي خدوا الشنطة اللي فيها مستندات مهمة خطفوا عيلته وهددوا يقتلوهم لو ما رجعش الشنطة خلال 24 ساعة. راحت كاريك فجرت مفاجأة وقالت له إنها مش عارفة مكان الشنطة، اختفت. وهو راجع لويل محطم وما عندوش أي إجابة. القناص جورمان ضرب الرصاص على مارتن. في اللحظة دي انهار ويل وجري ناحية أبوه، لكن جورمان استغل اللحظة ووجه البندقية عليه، وفي حركة يأسة ويل خد السلاح وهرب قبل ما جورمان والرجالة يمسكوه. هو بيجري خبط في ضابط شرطة
شافوا ماسك السلاح فكروا مجرم، وقبل ما يحصل أي تحقيق جورمان ضرب الضابط بالرصاصة، ويل اتصدم وضرب الرصاص على جورمان. لحقوه ضباط 2 فجري منهم لحد ما وصل لسور عالي ونط من عليه. وصل لحديقة قريبة، فضل يجري في الشوارع، شاف ضابط بوليس على حصان بيطارده لكنه قدر يجري أسرع. أخيرا استخبى في الحمام عام لحد ما هدي ورجع للشارع وسط الزحمة علشان محدش يعرفه. خد طاقية ونضارات شمس من حد قدامه ولبسهم وقرر يتخلص من السلاح بطريقته. فكر يسلم نفسه للسفارة الأمريكية عشان يحمي نفسه، وهناك حكى الموظف عن موت أبوه والخطر اللي عيلته فيه. الموظف مصدقوش وقال له شوف محامي. فجأة تليفون الموظف رن وحس ويل إن في حد بيكلمه عن قضية. فخرج ويل من السفارة. بره السفارة شاف كاريك مستنياه في العربية وقالت له إنها صديقة أبوه مارتن. فركب لقيها عارفة عنه تفاصيل كتير ويل ما كانش واثق فيها، بس ركب علشان تساعده يلاقي عيلته، وهي سايقة سألته عن شنطة أبوه ومعلومات عنها. فبدأ يشك فيها، عمل نفسه تعبان وفتح باب العربية ورمى نفسه بره وسط الزحمة. ركب أتوبيس بعيد عن المدينة ومعاه موبايل مارتن اللي فضل يرن. المرة دي سمع صوت أم الوري بتصرخ وكانت عايزة تكلم مارتن بوجع شديد. ويل قال لها إن مارتن مات وهي فضلت تعيط. الراجل اللي خاطفهم ما كانش مهتم بأي مشاعر وكل اللي يهمه الشنطة الغامضة، وكان لازم ويل يدور على إجابات. راح لصاحب أبوه اسمه دييجو واتفق يقابل بنت أخته لوسيا في مكتب دييجو. جهز نفسه بمسدس قبل المقابلة. لوسيا باين عليها مرعوبة. فجأة عملاء كاريك ظهروا. لوسيا هجمتهم بسكينة بشجاعة وبدأت تتخانق معاهم. هو كمان اتخانق معاهم، كان عديد. فضل يتضرب لحد ما وقع بس ما استسلمش غير لما تعب خالص. لوسيا كانت لسه ماسكة سلاح في وش ويل، شك فيه لكن ويل شرح لها الظروف وطلب مساعدتها. راحوا شقة دييجو، لقوا الباب مفتوح وويل دخل بحذر بمسدسه لحد ما لقى دييجو مرمي على الأرض. حاول ويل يهون على لوسيا علشان ما تصرخش من الصدمة. فجأة سمعوا صوت جاي من المطبخ، لقوا هناك كاريك وجورمان. ويل متعصب رفع السلاح وطلب يعرف ايه اللي حصل لمارتن. كاريك بتتكلم بهدوء وقالت إن مارتن كان ناوي يرجع الشنطة لعدوه وده اللي تسبب في موته. عرضت تساعد ويل يلاقي عيلته بشرط يعرف كل حاجة عن علاقة مارتن بالشنطة. في لحظة لوسيا دخلت تضرب نار عشوائي وابتدت اشتباكات تانية. ويل ولوسيا هربوا على السطوح. اكتشفوا انهم مزنوقين ومفيش طريق للنزول. عمل ويل حركة جريئة، ربط حبل في لوسيا وبدأ ينزلها. اتضرب برصاصة في كتفه من جورمان قبل ما يكمل، لكن لوسيا وقعت بأمان على واحد غريب. ساعدها ويل، حاول يمسك الحبل وهو بيعافر وبيتفادى الرصاص لحد ما وجع، بس قدر يقوم ويهرب معاها. كاريك لحقتهم وعملت حادثة بالعربية كانت هتقتلها، لكن ناس معديين قطعوا عليها الرؤية. فويل ولوسيا استغلوا الفرصة وجريوا. لوسيا خدته لنادي ليلي تعرفه، يمكن تلاقي حد يعرف يعالجها. صاحبتها كانت مترددة تساعده بس لوسيا أقنعتها. اكتشفوا أن الرصاصة مش موجودة، فما كانش قدامهم غير أنهم يحاولوا يوقفوا النزيف بأسلوب بدائي. فويل فقد الوعي. بعد ساعات فاق وهو موجوع. لوسيا شافت صورة مارتن على موبايله وسألته واعترف لها أن أبوه اللي مات. لوسيا قالت لويل إنها كانت تعرف مارتن باسم تاني وهو توم، وأنه كمان أبوها، يعني هي تبقى أخته. اتصدموا من الحقيقة لكن يقرروا يكملوا طريقهم. سافروا بالقطر للمكان المفروض تتم فيه صفقة الشنطة. ويل قال لها إنه لازم يكمل لوحده وهي وافقت وقالت هتستناه في النادي لو احتاجها. لما وصل المكان ويل بقى بيراقب يدور على حد يتواصل معاه. جاله راجل غامض همسله يهدى ويمشي وراه. اتردد بس قال لي جرب. ركب معاه العربية وسأله عن عيلته. الراجل بقى فجأة عنيف وخانقه لحد ما غاب عن الوعي. صحي ويل لقى نفسه مربوط في كرسي واتضرب جامد. حاول يقنعهم ان مارتن مات. ظهر زهير عميل مارك من CIA وقال له ان الشنطة دليل ضد عميل فاسد في CIA. مارتن سرق الشنطة عشان يفضح التلاعب وحكى لويل ازاي كاريك حاولت تمحي كل الأدلة وتتخلص من مارتن. زهير قال لويل ان عيلته محبوسة كرهائن وممكن نسيبهم للCIA لو ويل ما تعاونش. طلب منه يجر كاريك ويخليها تظهر قبل ما تتم صفقة بيع الشنطة. بعدين خدر ويل ورموه بره العربية مع مسدس. ويل رجع للنادي
لوسيا فرحت إن هو لسه عايش. قرروا يحطوا خطة يوقعوا بيها كاريك. صاحب النادي كان واقف سمعهم وعرض يساعد. لوسيا استخدمت بطاقة البنك بتاعتها في شراء مشروبات علشان تسيب أثر يجر كاريك للنادي. وبعد دقايق وصل جورمان. صحاب النادي عرفوه وهجموه، لكنه كان يعرف يتخانق. في الآخر قدروا يشيلوه، نزلوه بالبدروم وبدأوا يستجوبوه. ويل كان متنرفز جدا ويحاول يعرف أي معلومة عن مكان الشنطة ومواعيد تسليمها. جورمان رفض يتكلم. ويل ضربه بشدة وبعدها الناس زودت عليه الضرب. بعدين قرر يعمل حركة يسيبه يهرب علشان ياخدهم لكاريك. لوسيا ركبت عربية بره مستعدة. جورمان هرب وركب عربية وطلع يجري. ويل طلع وراه، أخد لفة ودخل حارة ضلمة. هناك قابله كاريك كانت بتحاول تهرب. ويل فضل وراهم لحد ما وصلوا الجراج تحت الأرض. قال للوسيا تستنى في العربية وهو هيجري يراقب من بعيد. شاف كاريك بتتكلم مع مشترين للشنطة في الضلمة. فجأة زهير والناس بتوعه هجموا، طلبوا من ويل يستسلم ويسيبهم. ويل صرخ فيهم يسأل عن عيلته. في اللحظة دي كاريك قامت ضربت المشترين بالنار وقتلتهم، وقامت خناقة كبيرة بالرصاص بين كل الأطراف. جورمان استغل الفرصة، خطف الشنطة وركب عربية وجري ويل وراه. اتخانقوا خناقة جامدة وهما بيحاولوا يمسكوا الشنطة. فجأة ظهر عميل تاني وضرب جورمان بالنار. لوسيا كانت مستنياه في العربية وراحت دخلت بعربيتها في عربية جورمان وخبطتها جامد. جورمان وجع مصاب بالطلقة وكمان الحادثة اللي عملتها معاه. بص حواليه مستغرب إن ويل قدر يوصل للنهاية دي وهو بيموت. كان مستغرب إن ويل اتسبب في موته. كاريك وصل بعربيتها، شافت الشنطة مرمية، جريت عليها، بدأت تضرب نار على ويل اللي اختبأ. بعد ما أخذت الشنطة هربت بالعربية. ويل ولوسيا جريوا وراها في الشوارع. كاريك حاولت تلف يمين وشمال وسط الزحمة عشان تهرب. عدت وسط الحديقة لكن ويل ما كانش سابها، فضلت تضرب عليهم نار وهو مصر يفضل وراها. شافت نفسها خلاص فلتت منه، وقعت في زحمة شديدة. شافها ويل من بعيد، خبطها بالعربية جامد. كاريك نزل بتضرب نار على ويل وعلى أي حد قدامها. ويل ولوسيا اتحركوا تاني بعربية تانية، بس كاريك فضلت تجري وراهم، ولكن الجري بالعربيات خلاص خلص. العربيتين اتقلبوا. كاريك طلعت من عربيتها وهي لسه ماسكة الشنطة. قربت من ويل ولوسيا، كانوا بيحاولوا يقوموا بالعافية. ويل حاول يمسك سلاحه بس كاريك اتريقت عليه وقالت له خلاص ما تقدرش تعمل حاجة. فجأة طلقت نار خلصت الموقف. زهير وجماعته ظهروا مرة واحدة، أخذوا الشنطة واطمنوا على ويل ولوسيا. زهير أخذ ويل لمكان كان مستحيل يتوقعه. شاف عيلته هناك، أمه لوري وأخوه جوش ودي، كلهم أخيرا متحررين. وقت ما شافهم الجو مليان دموع وحنية، فضلوا يحضنوا بعض وهما بيحسوا إن أخيرا الكابوس ده خلص. وسط الفرحة الكبيرة راحوا يزوروا لوسيا في المستشفى علشان يطمنوا عليها. لوري وجوش رحبوا بيها بحب جديد، حسسوها إنها بقت واحدة من العيلة. لكن للأسف اللحظة الحلوة دي ما كملتش. واحد مسؤول من CIA ظهر وإدى ويل باسبور جديد علشان يقدر يرجع بلده بأمان. ويل شكره لكنه كان قلقان وبيسأل نفسه طول الوقت يا ترى ايه حكاية الشنطة الغريبة دي بالظبط. المسؤول ما جاوبش أسئلته بس اقترح عليه فعلا عايز يعرف كل حاجة ينضم للCIA، وده خلى ويل يحس بتردد ومخاوف عن الخطوة اللي جاية في حياته. من الآخر لو انت في أجازة مع عيلتك يمكن أحسن لك تسيب موبايلك في الفندق، والأكيد ما تصدقش أي حد ماسك شنطة شكلها مريب. ودي بتكون نهاية فيلمنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.